كيف ما شفنا على التقرير الخاص بالرجيم واتباع الرجيم الصحيح، لكن الأصح إن أكيد حناخذ المعلومات مع أخصائية التغذية مريم شرقي. نقول لك نهارك سعيد. أهلا وسهلا، كيف شكرا. الحال؟ الحمد لله، شكرا. نحن تابعنا الرجيم وكنا نحكي خلف الكواليس على الرجيم الصحيح وأعطيتيني بعض النصائح، لكن أكيد المستمعين والمشاهدين ما تابعوش أو ما سمعوش، فنبو تعريف على الرجيم الصحيح أو اتباع الرجيم الصحيح. نعيد لهم. يعني الرجيم الصحيح هو احترام المبادئ الغذائية اللي كلنا نعرفوها. نعم. المطلوب أنه كل مجموعة غذائية تكون متوفرة بكمية صحيحة في كل وجبة من الوجبات الغذائية. يعني احنا عندنا 3 أو 4 وجبات غذائية يوميا، احنا وطول اليوم احنا وحاجتنا للطاقة. يعني عندنا فطور صباح، عندنا فطور الغداء، عندنا العشاء، وعندنا الومجة. كل إنسان يحطها في الوقت المناسب ليه حسب مع تطور يومه، حسب حاجته للطاقة وهكذا. وفي الوجبات هذه ال4 يلزم يكون نوفروا المجموعات الغذائية الكل، ما نجيوش ونطرحوا مجموعة من المجموعات ونستغنوا عليها بحجة الرجيم. نعم. لو نستغنوا على النشويات أو نستغنوا على الخبز أو نستغنوا على الغلال ونقولوا فيها سكر، فيها نعم. سكريات، دونك ممكن نتسمن. هذا مش معقول، لأنه باش نعملوا الجسم باش يكون عنده نقص في المكونات الصغيرة اللي موجودة في المجموعات الغذائية هذه، ووقت باش يتراكم النقص هذا الجسم الإنسان باش يكون نوع من الحاجة الكبيرة للعناصر الغذائية هذه. نعم. ونوليو نحاولوا نوفروها من السكريات سريعة الامتصاص كيف ما المرطبات، واللي هي مش باهية للصحة. نعم. أخصائية التغذية مريم، نحن بعد نتبعوا رجيم دائما. نحن في ليبيا يقول لك أنا سمنت شوية، أو هي المرأة تقول أنا سمنت شوية، تفتح الإنترنت على جوجل وتكتب الرجيم الصحي. فمرات نوعية جسمها أو وزنها أو عمرها ما يتناسبش مع الرجيم الموجود على الجوجل، فيكون على أثر مشاكل صحية، هبوط حاد، أمور عدة تسبب في تفاقم صحة اللي بادر أو قام بهذا الرجيم أو اتباع خطوات هذا الرجيم. طبعا. فننبي منك أولا نصيحة للرجل. نبدو بالرجل لأن دائما الرجل، نحن دائما نبدو بالمرأة، بس اليوم حنبدو بالرجل لأن دائما الرجل الآن عنده يعني في صالات رياضية يعني موجودة داخل ليبيا، وأيضا فيه بعض الشباب اللي ياخذهم هيك الشغف والحماس إنهم هم يبوا ينقصوا من وزنهم ويكون عندهم جسم مثالي. فاتباع الرجيم الصحيح للرجل، بعدين ننتقله للمرأة، وأيضا المرأة الحامل والأطفال اللي عندهم سمنة مفرطة. يعني نحكيو بالمجموعة. نعم. دونك قلت لي الوقت اللي الإنسان مرأة أو رجل تحب تخفض وزنها وتمشي على الجوجل وتلقى رجيم. نعم. وتحاول باش تطبخه وحدها، ما عندهاش معناتها الخبرة الكافية انها تعرف هل انه هذا الرجيم يتناسب مع صحتها، مع حاجياتها. مع كل انسان هو معناتها يختلف على غيره. نعم. الاجسام معناتها فريدة، كل انسان عنده حاجياته، عنده نوع من الامراض المخفية اللي هو مش فايق بها. نعم. دونك هذا هو اللي يخليه يحط نفسه في موقع معناتها خطر شويه. صحيح. اذا كان يتبع رجيم ماهوش مناسب ليه، اذا كان، وهذا يخلي ممكن نوع من الامراض اللي ما كانتش عنده تظهر. صحيح. بسبب الرجيم اللي مش مناسب لصحته. نعم. باش نجاوب على سؤالك بالنسبه للرجل والمراه الحامل والاطفال. بالنسبه للرجل قلت لي رجل خاصه الرياضي، وقت اللي نمارسوا رياضه البدن في حاجه لاكثر طاقه، باش يبدا ياخذ الطاقه اللي متوفره من الكولاجين اللي موجود في العضلات. نعم. ثم باش ياخذها من الدهون، وهذا اللي مش يخليه يخسر معناتها وزن ويخسر الدهون هذه اللي هو مش في حاجه ليها واللي هو يحب يتخلص منها. ثم جسم الانسان مصنوع بالطريقه هذه، وقت اللي نفوتوا فتره معينه في الرياضه باش يولي يستهلك من العضلات نتاعو، حتى العضلات تنقص على خاطر باش يحتاجها الرجل
في انتاج الطاقه. نعم. هذا علاش بعد حصه الرياضه منصوح انه الرجل ياخذ وجبه تكون غنية بالبروتينات. نعم. لأنه الجسم وقت اللي يستهلك من العضلات نتاعو في الفترة هذه كان نصف الساعة الموالية معناتها لحصة الرياضة باش يحاول أنه يعوض الكتلة العضلية اللي خسرها. وإذا كان احنا نوفروا في الوجبة هذه بروتينات زايدة دونك بناء العضلات يكون أحسن. نعم. دونك هذه النصيحة اللي نقدموها للرجل وخاصة الرجل الرياضي. بالنسبة للمرأة، نعم. المرأة هوني لهنا حسب الفترة الفيزيولوجية اللي نعم. هي تمر بها. مثلا المرأة الحامل ما يلزمهاش تستغنى على حتى جزء من مكون من مكونات الوجبة نتاعها، لا نشويات ولا خضر ولا بروتينات. نعم. لأنها قاعدة تكون في جسم آخر. نعم. الطفل نتاعها مش ما يكونش الطفل ما نخافوش عليه لانه ياخذ حاجياته من كيفاش نقولوا من الستوك من غذاء الام، من ستوك نعم. من اللي شنو عندها هي. نعم. ولكن هي لازم تعوض شنو تخسر. صحيح. في فتره الحمل هذا من فيتامينات من املاح من كل هذا. دونك لازمها تحافظ بالكدا على نوعيه الغذاء نتاعها وخاصه تحافظ على وجبه الخضر والغلال السلطه. نعم. ولا الغلال اللي تاخذها لانهم غنيين جدا بالاملاح وبالفيتامينات وخاصه غنيين بالالياف. ونعرفوا ان المراه الحامل عاده ما تعاني من قبض وعسر هضم اثناء الحمل. دونك الخضر هي احسن صديق للمراه الحامل في فتره الحمل باش نتجنبوا كل الاعراض هذه اللي تنجم تتعرض لها. اما بالنسبه للمراه المرضعه هوني فما حاجه لازم تهتم لها اكثر حتى من الخضر والغلال وهي شرب الماء. خاطر بعد فتره الحمل حتى ولو كان فما وزن زائد مش هذا المهم ان نعيشوا المراه تعيش فتره الرضاعه باحسن على احسن ما يرام وباش يكون عندها حليب كافي للرضيع. نعم. لازمها يكون عندها كميه في الحميه نتاعها كميه كبيره من السوائل، ماء او عصائر او خضر لأن الخضر ايضا فيها نعم. سوائل كثيره. دونك هذا هو المطلوب. بصراحه يعني معلوماتك القيمه اكيد شكرا. وصلت لكل العائلات الليبيه وكل من يتابع فينا طبعا عبر برنامج يوم جديد. حنخصصوا يوم حتكوني معنا في حلقه من حلقات برنامج يوم جديد نحكوا على السمنه المفرطه عند الاطفال وحيكون الموضوع هذا مخصص للاطفال لان طبعا في عديد من الامهات عندهم اطفال عندهم سمنه أكيد. مفرطه ويحتاجوا اخصائيه تغذيه لاتباع حميه غذائيه تناسب عمر الطفل وصحته. شكرا جزيلا على معلوماتك ووجودك معنا في يوم جديد ونأمل ونتمنى تكونوا معنا في حلقات قادمه. شكرا لك اخصائيه التغذيه مريم شرقي. شكرا لك.